بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة الأرز على طريقتي، سهلة وبسيطة مثل ما عودتكم، والبنة ولا أروع. نبدو بالمقادير وطريقة التحضير. حطيت في طنجرة كويسات يتقلوا مليح باه يعطينا بنة مليحة، طعم الشواء يعني تعطي بنة في الأكل. وضفت لها حبة بصل مقطع رقيق، نقلوها مليح، ونضيفوا لها ملعقة طماطم حليتها في الماء ونقليها باه ما تجيش حامضة وتجي بنتها مليحة. في طنجرة ضفت ملعقة من الزبدة باه نقلي الأرز. درت اليوم أرز بسمتيكي، ونفس الحال مع نوع الأرز المفور عادي. على نار هادية نقليه مليح ونحاول نخلط ساعة على ساعة حتى نشوف الأرز تاعنا بدا يتلون. وكما تعرفوا الزبدة تعطي طعم مليحة. نضيف لها ملعقة صغيرة من الكركم أو الزعفران، وملعقة صغيرة من توابل الأرز. إذا ما عندكش تستغني عليها أو ديري راس الحانوت، وملعقة فلفل أسود، وملعقة صغيرة طماطم نقلوها بها باه يجي الأرز تاعنا لونه أحمر شباب ويجي بنين. وفي كسرونة نحطو الماء يغلي باه نمرقو به الأرز تاعنا، ونمرقو به المرق اللي راح نطيبو نقدموها معاه. المرق هنا راح نضيفوا له الجزر والبطاطا والقرعه، ونضيف لهم ملعقه من راس الحانوت وملعقه بابريكا، ونمرقوها بالماء قيس ما يتغطى، ما تزوديش الماء لانه الدجاج بالخوف يطيب والخضار يعني كي تنقصي لها النار بشويه طيب عادي. ضفت لها شويه ملح نغطي عليها ونخليها تطيب على مهلها. الارز هنا بعد ما تقلى نضيف له اوراق رند شويه ملح ونمرقوه بالماء. الماء ديري كاسين ارز كاسين ماء، يعني نفس الكيال الارز والماء. واذا بعد ما ينشف لك الماء وتشوفيه ناقص شويه طياب تقدري تضيفي شويه ماء سخون عادي. هنا بعد ما المرق قريب يطيب ضفت له شويه ثوم وحبه فلفل وملعقه صغيره هريسه. انا نحب الماكله تجي شويه بنينه. وبعد ما طاب المرق خلاص والدجاج نحيته، نقليه شوي نحمره في المقلاة او في الفرن. وهنا بعد ما طاب الارز تاعنا كيما راك تشوفوا راه على حبه مش معجن. يعني هذه الوصفه تجي رائعه، ان شاء الله تجربوها
عزيزاتي، ان شاء الله تنال اعجابكم. اليوم درت لكم احمر، وان شاء الله المره القادمه ندير لكم ابيض. كيما راك تشوفوا راح نقدمه في طبقة تقديم ونزينوه تزيين اختياري. انا راح نزينه بحبة بيض مغلية، والحمص طبخت يعني كمية نزين بها، يعني التزيين على حسب الذوق وهكا يعني. كيما راك تشوفوا يعني الارز تاعنا راه محضر وراح نزينه. درت له هكا الدجاج، نزينه بكمية من الحمص والبيض. ان شاء الله يعني تجربوه، ان شاء الله تركوا لي في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالاشتراك والجيم. اذا عندكم اي استفسار في التعليق ان شاء الله حطوه لي. شكرا على المشاهدة حبيباتي، ومع السلامة.